بعد كده عندنا القص التهجين بتاعنا ما شاء الله، الله اكبر. جابوا البيضه الثانيه كده تحتهم البيضتين زي ما انتم شايفين، طبعا تحتهم الزغلول بتاعهم ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. يعني ايه زغلول مرسوم ورق او قلم بسم الله ما شاء الله. شايفين الديل نضيف ازاي، ما فيهوش ولا ريشه هنا ولا هنا ما شاء الله. والبرنيطه بتاعته جايبه بص من الودان للودان، الله اكبر عليه يعني. بعد كده بقى نخش على المفاجاه اللي اكتر حاجه بسطتني في الفيديو النهارده. بسم الله ما شاء الله النتايه السيلفر جابت البيضه الاولى، استني شايفينها ما شاء الله الله اكبر كده. بعد كده عندنا سماسيم وما شاء الله عليها الله اكبر، تحتها الاثنين بتوعها. شوف سماسيم ما شاء الله عليها حنينه قوي يا جدعان، بجد بجد حنينه قوي، مش هين على تسوق البيض، بس هي تحتها الاثنين والاثنين مخصبين. اللهم رجع. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوم جديد عند الحمام بتاعنا، يوم مليان كله مفاجآت ويوم مليان كله احداث جديده. الاول هنشوف العده بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده تمام، وهنبدا بالبدايه. الاول هناخد شويه التلج دول نحطهم هنا لحد ما يفكوا، يكون احنا ايه بدأنا في الفيديو بتاعنا وقلنا الدنيا بتاعتنا هتبقى ماشيه ازاي النهارده تمام. طبعا انا بحط لهم تلج لان زي ما انتم شايفين الجو حر، فانا بحط الحمام تلج. وما تقلقوش يعني ده قطع يعني مكعبات تلج صغيره في الماء، بتبقى ساقعه قوي عليهم، يا دوب بتبقى كويس عشان يعرفوا يشربوها. زي ما انتم شايفين الجو حر قوي قوي اليومين دول. طبعا لسه كنس الحمام زي ما انتم شايفين، والاوضه نضيفه اهيتي، ولسه منضف السلاكه ومظبط الدنيا. ودي الطواجن اللي كانت موجوده هنا اللي الحمام بيستعملها. انا بعمل ايه؟ ببدل الطواجن، يعني دول مثلا ايه 6 مكالف و6 سقايات، وانا عندي 6 تانيين هنا و6، فانا باخد القدام اسيبهم على جنب واغسلهم براحتي واحط الجداد دول، لان انا ما عنديش غير 6 جواز بس هم اللي في البيبان. دول ال6 جواز اللي اشتغلوا عندنا في البيبان، لكن باقي الحمام كله ما اشتغلش غير لما سيبناه في الارض زي ما شفنا مع بعضنا في الفيديوهات اللي فاتت. فاحنا دلوقتي حطينا 6 جواز بس في السلاكات بتاعتنا، فمش عايزين نطول في المقدمه بتاعتنا. يلا خلينا نبدا الفيديو بتاعنا. اول حاجه عايزكم تصلوا على النبي في الكومنتات وتعملوا لايك جميل لو لسه ما عملتش لايك عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس. ومش عارف انت ازاي لحد الان مش عامل متابعه في القناه بتاعتنا، يعني خلاص هانت ونوصل 2000 متابع، فانا عايز الناس كلها تخش تعمل لي متابعه عشان يوصلكم كل جديد ونستفاد مع بعضينا وتشوفوا الفيديوهات بتاعتنا. واللي مش عاجبه حاجه يقول، واللي عاجبه حاجه في القناه بتاعتنا برضه يقول، واللي عنده نصيحه يا ريت ما يبخلش عليا بيها ويقدمها لنا. يلا نشوف الفيديو بتاعنا بيتكلم عن ايه ونرجع نشوف الدنيا ماشيه معانا ازاي. اول حاجه طبعا عندنا هنا بسم الله ما شاء الله فوزيه، شايفين الزغلول بتاعها تعبان، عنده دمعه عين اصلا. تعالى كده شايفين عينين الاتنين تعبانين، فهروح اجيب له قطره ان شاء الله واحط له النهارده عشان ما يتعبش معايا اكتر من كده. فده اول حاجه معانا فوزيه وابنها. بعد كده عندنا القص التهجين بتاعنا ما شاء الله الله اكبر. جابوا البيضه الثانيه كده تحتهم البيضتين زي ما انتم شايفين، طبعا مش هيبانوا مخصبين ولا لا النهارده، فاحنا ان شاء الله باذن الله نكشف عنهم كمان كام يوم كده لحد ما يبانوا مخصبين ولا لا. فده القص التهجين بتاعنا، عايزين نشوف معانا يوصل لحد ايه في الاخر. ودينا بنجرب الدكر نشوف مخصب بيخصب ولا لا، والنتايه بتاعتي ده كده كده عندي من زمان، وده اول شغله يعتبر، فدينا ساكتين عليهم لما نشوف الدنيا ترسى معاهم ازاي. بعد كده عندنا هنا القص العبسي ما شاء الله الله اكبر، تحتهم الزغلول بتاعهم ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. يعني ايه زغلول مرسوم ورق او قلم بسم الله ما شاء الله. شايفين الديل نضيف ازاي، ما فيهوش ولا ريشه هنا ولا هنا ما شاء الله. والبرنيطه بتاعته جايبه بص من الودان للودان، الله اكبر عليه يعني. وادي السبعه بتاعته اهيت لسه بتطلع معانا، فان شاء الله باذن الله يبقى زغلول جميل ونربيه ان شاء الله، مش هنطلع ونوديه في حته. يلا نخش على اللي بعده. بسم الله الله اكبر ما شاء الله، ما صلى على النبي. كده القص الاسترالي باضي التاني، اللهم صل على النبي. النتايه دي حنينه قوي بجد، حنينه قوي. احنا كنا مسمينها ايه؟ شكري وشكريه. واحد كان قال الاسم ده وكان عاجبني قوي ما شاء الله الله اكبر عليها. نتايه حنينه قوي بسم الله ما شاء الله. بعد كده عندنا قص الزاجل الابيض ده، والنتايه ديتي ما شاء الله تحتهم الزغلول بتاعهم الله اكبر زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله. طبعا ما فيش قدامهم مكالف ولا سقايات خالص، لسه هنحط لهم دلوقتي. وعندنا ده القص اللي الجمعيه اللي هو اول قص اشتغل عندنا ما شاء الله، تحتهم الاثنين والاثنين مخصبين تقريبا. عموما هنجيب التليفون دلوقتي ونكشف على البيت كله مع بعضينا، استنوا معانا للاخر. بعد كده عندنا هنا حنونه ما شاء الله عليها، تحتها زغلول بلدي وزغلول ابنها. هم رفيعين شويه بس هو خارج الصيف الناس كلها بتقول ان هو رفيع لان الحمام ما بيزقش كويس، بيشرب يعني ايه يعتبر الحمام بيشرب ميه كتير بس ما بيزقش كويس. فانا سالت كذا حد وفعلا هم عندهم حق، الحمام ما بيزقش كويس عشان كده الخارج بتاع الصيف بيبقى رفيع. ادينا متابعين معاهم للاخر. بعد كده بقى نخش على المفاجاه اللي اكتر حاجه بسطتني في الفيديو النهارده. بسم الله ما شاء الله النتايه السيلفر جابت البيضه الاولى، استني شايفينها ما شاء الله الله اكبر كده. الحمد لله كل الاسوس الجمعيه اللي عندنا بعد ما سيبناها من السلاكه باضت الا قص واحد اللي هو الدكر ده، والنتايه بتاعته اللي واقفه على الايه جنب الدكر الكيزل اللي هناك ده. ده القص الوحيد اللي عندنا في الجامعات اللي ما اشتغلش، وكل اسوس الجامعات اللي عندنا اللهم لك الحمد اشتغلت. عندنا بقى هنا طبعا قص بلدي ما شاء الله، تحتهم البطين بتوعهم اهمت والاثنين مخصبين دول انا عارفهم. وفي برضه عندنا قص بلدي تاني لمم هنا بس لسه ما بطش، النتايه دي لما بقى لها فتره، انا بصراحه ما اكدبش عليكم مش عارف هي ليه لحد الان ما بضتش. يلا خلينا نكمل.
عندنا هنا اللهم صل على النبي الله اكبر قص بلدي تاني لسه جايبين الحصويه الاولى. بسم الله ما شاء الله، بجد الفيديو مليان كله مفاجآت وفيديو ممتع. يعني انت لو وصلت معانا لحد دلوقتي انا مش عارف انت ازاي لسه ما صليتش على النبي في الكومنتات ولسه رميتليش اللايك الجميل بتاعك، ولو مش عامل متابعه مش عارف ازاي مش عامل لي متابعه لحد دلوقتي. يلا نكمل، يلا تعالى بص ما شاء الله. ده القص المراسل على جمعيه تحت البطين بتوعه الاثنين مخصبين الله اكبر من غير ما اكشف عليهم باينين، شايفين ما شاء الله الاثنين مخصبين. بعد كده عندنا سماسيم وما شاء الله عليها الله اكبر تحتها الاثنين بتوعها. شوف سماسيم ما شاء الله عليها حنينه قوي يا جدعان، بجد حنينه قوي، مش هين عليها تصيب البيض، بس هي تحتها الاثنين والاثنين مخصبين اللهم لك الحمد. وده الذكر الكريزلي الابيض والنتايه بتاعته لسه بيضين، جابوا الحصويه الثانيه امبارح تقريبا، جابوها امبارح. فعندنا اللهم لك الحمد كده لحد دلوقتي كل الحمام محصي، ما عندناش كده غير تقريبا قصين بس اللي في الاوضه مش شغالين، والذكوره اللي هي زيادات والزغاليل الزيادات بس. بعد كده عندنا هنا ما شاء الله الله اكبر القص الاسود جمعيه جايب الحصويتين والاثنين برضو مخصبين، ربنا يزيد ويبارك، ما صلى اللهم صل على النبي. يعني عندنا هنا ما شاء الله الله اكبر اللهم صل على النبي القص البلدي جاب الحصويتين برضو اللي هم تحتيهم الزغلولين اللي احنا هنشوفهم مع بعض دلوقتي، بس ما اعتقدش ان هم هيبانوا ان هم مخصبين ولا لا، لان البطين دول اصلا لسه جايبه البيضه الثانيه النهارده الصبح، لان هي كانت البيضه الاولى اول امبارح، لسه جايبه البيضه الثانيه النهارده الصبح. شايفين الذكر ده ما شاء الله عليه، ده اللي اخوه العيال خبطوه بالطوبه وخدوه، اللي هو اصلا بنته الحمراء اللي هناك دي. والله العظيم انا زعلت قوي يا جدعان ان العيال خبط الذكر ده بالطوبه وخدوه، كان من الحمام المميز اللي عنده كنت بحبه قوي. عارفين مراته مين؟ اللي واخده الذكر الزجر الابيض اللي في السلاكه اللي هناك ده، اللي هي الحمراء دي كانت مراته، اللي احنا كنا دايما الناس اللي متابعانا من الاول خالص عارفين طبعا، اللي كانوا موجودين ورا الباب لما كنا كل ما ندخل نخبط على الباب، لو فاكرين الناس اللي متابعانا من اول الصفحه اول ما بدانا القناه بتاعتنا. ذكر دوت عيل خبطه بطوبه في الشارع وما شفتوش تاني. انا عايز اوريكم حاجه، بصوا دي البلكونه اللي الحمام بيقف عليها زي ما انتم شايفين كده، الحمام بيقف هنا على البلكونه دي، فلما الحمام بيقف على البلكونه دي العيال في الشارع كلهم بيحدفوا طوب عليه. طبعا العيال الحمام ما بيبقاش شايف العيال وما بيحدفوا الطوب من الارض، فبيروحوا خابطين الحمامه بالطوبه يجيبوا اجالها على طول يروحوا واخدينها وماشيين. وانا بصراحه كنت معظم اليوم ببقى في الشغل، فانا عشان كده عامل الستاره دي زي ما قلت لكم اخر اليوم بقفل للحمام، ولما بطلع اكلف له بفتح لهم يفك عن نفسهم واسيبهم طايرين شويه. بعد كده عندنا هنا ما شاء الله الله اكبر اللهم صل على النبي، ده القص البلدي تحتيهم الزغلول البلدي ابنهم ده ما شاء الله، شايفين ده ان شاء الله هنذبحه برضه لاختي، عشان زي ما قلت لكم اختي فرحها قرب، فاحنا بنجمع حمام من دلوقتي. ذبحنا اللي عندنا كان في عندنا قصين، قص في الصاجه اللي فوق دي وقص في الصاجه اللي فوقينا دي، خدنا القصين وذبحناهم، وده ان شاء الله برضه هيتذبح هو والزغلول الشقلباظي اللي هناك ابن حنان والزغلول البلدي الثاني اللي معاه هيتذبحوا ان شاء الله. لكن ده طبعا ما نقدرش نستغنى عنه، ده اذا كان احنا متحمسين قوي نشوفه لما يكبر عامل ازاي. ده ابن القصر الاسترالي اللي هم لسه بايضين البيضه الاولى في السلاكه، لسه شايفينهم من شويه ان شاء الله عليه، يعني زغلول جميل ومستواه حلو قوي، شايفين العظم عامل ازاي. عندنا فرش في الشارع فزي ما انتم سامعين كده التسقيف والدنيا بايظه بره. بعد كده هنا طبعا بقى التلج اهو تفك يعتبر، ننزل بقى المكعبات بس ما نزلتش، هنسيبهم دقيقتين كده لحد ما نخلف لهم يكونوا فكوا خالص. انا بعمل باخد مثلا المكعبات التلج ده احطها في الفريزر النهارده، تاني يوم الصبح تكون فكت ابدا اكل من الحمام. الحمام اصلا جعان ما لفتوش من بدري. ودول طبعا برضه عايزين نكلفهم. ناخد الطواجن، ادي واحد اهو، عندنا 6 بيبان، ادي التاني. التانيين بقى الناس اللي بتسال احنا هنعمل ايه في التانيين اللي كانوا موجودين تحتيهم، باخدهم ارنخهم في ميه كويس زي ما انتم شايفين الطاجن دي نضيفه ازاي. انا باخدهم ارنخهم في ميه كويس، واجيب كلور وصابون واجيب ديتول واحطهم عليهم يرنخوا كويس. بعد كده بروح داعكهم كويس وانضفهم زي ما انتم شايفين بالطريقه اللي انتم شايفينها دي، بحيث ان الحمام ما يبقاش فيه تحتيهم حاجه مليانه كده خرا وبتاع. وكان في حاجه كنت عايز اسالكم عليها، انا عندي الحمام الزبل بتاعه اليومين دول كله اخضر زي ما انتم شايفين اللي موجوده دي، لا ودي كمان ناشفه، لا ده يبقى مشخين كده زبل اخضر وتحس ان هو طري شويه. فيا ريت الناس اللي عندها خبره في الموضوع تعرفني ايه ده، وانا شاكك ان هي سالمونيلا. وفي عندي حمام بيعطس احيانا، فانا بصراحه عايز اجيب لهم علاج، وانا مش عايز اروح اجيب علاج وخلاص. فيا ريت اللي عنده في خلفيه عن الموضوع يعرفني، بحيث ان انا اروح اجيب لهم حمام ابقى اجيب لهم علاج وانا ابقى عارف انا بجيب ايه. تعالوا نحط لهم بقى ياكلوا. ده القص الاول اهو ما شاء الله، نحط الفوزيه طبعا هتلاقيها جعانه دلوقتي عشان الزغاليل تحتيها. ده القص الثاني الهزاز التهجين الجميل بتاعنا، ودول طبعا اللي هيموتوا من الجوع. شو دول
دول اول ما احط لهم الاكل بياكلوا على طول، لان دول تحتهم الزغلول بتاعهم ما شاء الله عليه يعني ايه، وياكلوا بسرعه. خايفين من اول ما اقفل الباب يروحوا على الاكل دلوقتي. شايفين الاتنين راحوا على الاكل اهو. بعد كده عندنا ايه تاني؟ القص ده الاسترالي، حط لهم برده الطاجن بتاعهم. عندنا ده الزاجل الابيض. بعد كده عندنا مين؟ حنونه. وهنشيل الطاجن القديم. شايفين المكلف القديم بصوا عامل ازاي؟ انا مش عايز الحمام يوصل معايا المرحله دي. شايفين السقايات القديمه عامله ازاي؟ طبعا بتبقى فيها فطريات من تحت وبتبقى فيها رواسب وحاجات زي كده، فانا اروح واخدها كلها وانضفها كويس وبحط لهم السقايات النظيفه. بعمل الحركه دي كل اسبوع مع نظافه الاوضه. ده غير ان انا طبعا بغسلهم يوميا، بس مش بغسلهم النظافه اللي انا بقول عليها اللي هي مثلا كلور وديتول وصابون، لا، بغسلهم بايدي عادي بميه عاديه. لكن لما يكون مثلا مع النظافه الاسبوعيه بلم كل المكالف وكل السقايات واغسلهم. انا عايز اقول لكم ان انا بغسل الطواجن. انتوا لو بصيتوا على الطواجن اللي موجوده هنا هتلاقوا معظمها نظيفه. استنى فين الطواجن؟ ده لا ما فيهاش، ده اهوتي وده اهو، يعني معظمهم نضاف، لان انا كنت اخر مره غسلت كل حاجه، طواجن ومكالف وسقايات وكله، فاهمين؟ فكده اللهم لك الحمد. دي كانت النهايه بتاع الفيديو بتاعنا الجميل. نسيت اوريكم القصين النفاخ بتوعنا ما شاء الله عليهم، واحد اهو والتاني اهو ما شاء الله، ودول قصوا مع بعضهم. بس انا ايه اللي اشتريتهم مني قال لي خليفهم مع بعض، ما تخليهمش ياخدوا بعضهم، يعني جوز النتايه السوداء للذكر الاحمر والنتايه الحمراء للذكر الاسود، هيخلفوا لي ريتشات. قال لي عشان في النفاخ عموما ما بيحبش ان هو يعني حمام الاخوات ياخدوا بعضهم، انت اخلف ما بينهم وهتدعي لي. عموما هو راجل محترم جدا، ربنا يبارك له في حمامه، وبصراحه راجل كان كويس معايا قوي، وحصل بينا كام موقف كده، بصراحه راجل محترم وكويس. فانا هاخد بنصيحته واعمل كده، بس طبعا مش دلوقتي لان هم لسه مش هيبيضوا دلوقتي، ما لسه قدامهم اقل حاجه شهرين. النهارده ان شاء الله باذن الله هروح اجيب لهم علاج، احاول اجيب لهم مضاد حيوي او اي حاجه، عشان حوار الزبل الاخضر ده وانهم فيهم حمام بيعطس. يعني النتايه دي انا لو مسكتها لكم دلوقتي اللي هي رايحه تاكل دي بتعطس بطريقه صعبه. فانا بصراحه مش يعني ايه، عشان انا قلقان عليهم لحد يحصل له حاجه، خصوصا ان في نتايه بلدي ماتت امبارح. خايف بقى يكون في مرض معين في الاوضه ولا حاجه لسه ما خدتش بالي منه، الحق اجيب لهم علاج لحسن يجرى لهم حاجه، فاهمين؟ شايفين ما شاء الله عندنا في قص بط هناك اهو، خدنا الزغلول بتاعه وبطه تاني ما شاء الله. فدي كانت نهايه الفيديو بتاعنا. لو وصلت لحد هنا عايزك تخبط لي لايك لو ما عملتش لايك يا حبيب اخوك، وتصلي على النبي في الكومنتات، ويا ريت لو ما عملتش اشتراك تعمل لنا اشتراك، طبعا تسعدنا ان انت تبقى موجود معانا في القناه وتشرفنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.